السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، اليوم غادي نقدم معكم هذه الحليوة ديال البهلة الغنية عن التعريف، معشوقة الجماهير اللي كيبغيها الجميع، كيبغيها الكبير والصغير، واللي كتجي مفقعة ومشققة كما كتشوفوا ما شاء الله، وكتجي بنينة بنينة والرائحة ديالها الطيبة. يعني ما كتخفاش على الناس اللي كيخدموا هذه الغريبة هذه، وكتجي رائعة يعني بطريقة مبسطة جدا. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم، واذا عجبتكم ما تنسونيش انكم تدعموني في القناه ديالي وتشتركوا. الناس اللي مازال ما مشتركين في القناه يشتركوا ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل جديد من عندي. وكذلك ما تنسوناش من التعاليق تاعكم المحفزه واللايك البنات والاخوان، اللايك الله يجازيكم بالخير باش الفيديو يطلع الفوق ويقترحوا اليوتيوب على الناس اخرين باش يستافدوا ان شاء الله. اذا الى الطريقه، هنا كتشوفوا المكونات عندي بسيطه جدا. عندي 125 غرام ديال الزبده، واحد نصف كاس يعني ديال الزنجه اللي حمرته واحد شويه، وكذلك واحد كاس ديال اللوز اللي حمرته وطحنته بالقشره ديالو، كاس معمر ديال الزيت، كاس معمر ديال سنيده، كاس ديال الدقيق محمر، واحد الخميره من فئه 11 غرام. يمكن لكم ديروا 14 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، واحد الساشي ديال الفاني، واحد القبصه ديال الملح، وكذلك الدقيق اللي غربلته تقريبا واحد 450 غرام. هنا كناخذوا واحد الاناء وكنوضعوا فيه ديك الزبده اللي كنكونوا خرجناها من الثلاجه بليله كامله باش تاخذ لنا الحراره ديال المطبخ. وكنضيفوا عليها داك الكاس ديال السكر اللي معمرش والفاني، وكذلك كنضيفوا عليهم ديك القبيصه ديال الملحه، وكنمعكوهم مزيان. يعني ضروري تمعكم مزيان باش ينسجموا لنا هذوك المكونات، وكنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون كريمي. يعني هاد الحلوه هادي تبعوا غير الطريقه، يعني كل مكون كنضيفوه والا كنعطوه الحق ديالو باش ينسجم مع المكونات. هنا كنضيفوا داك الكاس يعني غير مملوء ديال الزيت، وغادي نمعكوهم مزيان مزيان حتى كنحصلوا على الخليط كيكون كريمي بهذا القوام هذا كما كتشوفوا. ومن بعد ان شاء الله غادي نضيفوا هذا الكاس اللي كيعطيها اللذه والبنه. هاد الغريبه راه كنت درتها معكم شحال هذه، راه كاينه في القناه ديالي اللي كتجي رائعه وعجبت بزاف ديال الناس. صافي كنضيفوا هذا الكاس ديال الدقيق اللي كنكونوا حمرناه واحد شويه. المهم ما تخلوش يتحرق، حمروه يعني ما تلهاوش عليه، خليكم معاه حتى كتحمروه. ومن بعد كتغربلوه وكتشططوه يعني في الشطاطو اللي كيكون رقيق باش تحصلوا على واحد الدقيق ناعم. هنا كما كتشوفوا راه حمرته يعني غير في المقلاة. ويمكن لكم تضاعفوا الكميه. انا درت كاس، ولا ضاعفتوا الكميه راه غادي يكون يعني احسن، غادي يعطيكم واحد البنه زوينه ما شاء الله. هنا كنضيفوا داك الكاس ديال اللوز كيبقى اختياري. انا صراحه هذا الكاس اللي بقى عندي بالكمال وبالتمام ديال اللوز مطحون، كان عندي شاطليه من واحد الحلوه اخرى. وهنا كنضيفوا داك الزنجلان يعني اقل من نصف كاس اللي كنكونوا غير صهدناه واحد شويه فقط. واللوز حتى هو كنكونوا صهدناه واحد شويه بالقشره ديالو بعد ما كنمسحوه كامل وكنطحنوه. وهنا غادي نضيفوا الدقيق. هنا انا الدقيق راه درته يعني تقريبا درته بدفعتين وزدت عليه ديك الخميره، وغادي نضيف عليه كذلك واحد راس معلقه اخرى او معلقه صغيره ديال القهوه كما كتشوفوا راه صغيره. يعني في المجموع واحد 14 غرام تاع الخميره اللي غادي ديروا. وكما قلت لكم هنا الدقيق ما ديروش دفعه يعني بمره، انا درت دفعه كامله تقريبا، راه قسمته على جوج المرات هكا، لان كاين هاد الدقيق اللي عندي انا صراحه كيتشرب. وانتم على حسب الدقيق. بالنسبه للناس اللي في المغرب راه كيعجنوا بالدقيق ديال الفرص. انا هذا الدقيق ديال يعني دقيق ابيض، ولكن دقيق عادي كنعجن به الخبز، كندير به كل شيء، ماشيش الدقيق ممتاز. المهم هنا معكوها مزيان مزيان باش تحصلوا على واحد العجينه اللي ما كتكسرش. انا كما كتشوفوا راه جاتني شويه ناقصه، يعني جات بحال ناشفه واحد شويه. انا ما دركتش عليكم هاد المقطع هذا باش ما تطيحوش في نفس الغلط، ولا تحطوا في هاد الغلط. يعني عندكم الدقيق شمتكم غادي تزيدوا واحد 3 أو 4 ديال المعلقات ديال الزيت، او ربع كاس ديال الزيت، اقل من ربع كما شفتوا. صافي كيحل لكم المشكله وراه ما كيوقع عليها والو، ما تخافوش منها. فقط يعني خلطوا هاد الخليط مزيان ومعكوه مزيان بحال كدلكوه، يعني بحال هكا، يعني حتى ينسجموا المكونات كيولي بحال الزميطه. كما كتشوفوا راه بحال الزميطه كيولي كيتفرتت، ولكن راه كيجي زوين. ودائما باليد الاخرى اللي ما خدمناش بها هي باش تعرفوا العجينه ديالكم والقوام ديالها بحال هكا
كتحصلوا على هذا القوام اللي كيكون رطب وما كيكونش يعني جاري وما كيكونش قاصح يبقى يتكسر معاكم. صافي هكا. وغادي نجيبوا واحد الفيلم اليمونتير او بلاستيك غذائي وغادي نغطوها في الوقت اللي غادي حنا نجهزوا فيه اللاطه اللي كندخلوها الفران وكنغسلوا يدينا. وهكا من بعد ما دازت واحد 3 ولا 4 دقائق غادي نكوروا الكريات نتاعنا او الغريبه ديالتنا، المهم على القياس اللي بغيتو نتوما. انا هنا درتها فوق المتوسط بقليل، يعني كما كتشوفوها راه كتبان شويه كبيره، ماشي كبيره بزاف ولكن فوق المتوسط، وكنضغط عليها واحد شويه وصافي. هي من الاحسن ديروها كبيره لانها كتعطي واحد الشكل زوين وكتحصلوا على التشققات ديالها يعني، وكتكون ناجحه 100%. يعني حتى الصغيره راه كتشقق ولكن هي في العين زوينه كتكون كبيره. اذا هنا انا ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه اعزائي المشاهدين. العمل دائما بصدق واخلاص والله شاهد على ما نقول. اذا هنا كنكمل الكريات اللي عندي او العجينه اللي عندي، حتى يعني نكمل دوك الكريات وفرقوا بيناتهم، ما تخلوهمش يعني مقاربين. وانا هنا كما كتشوفوا راه درتهم في اللاطه ديال الفران عادي، ما درتهمش في اللاطه ديالتهم. يعني حتى الا ما عندكمش ديك اللاطه راه يعني راه عادي، راه كتصدق معكم. وهذه المره الثانيه وانا كنديرها معكم بلا اللاطه، يعني راه كتصدق معكم يعني كيف ما كان الحال. اذا كتشوفوا انا حصلت على هذه الكميه هذه، هاد جوج ديال اللاطات ديال الفران او الطاوات ديال الفران. وهنا كما كتشوفوا هذه هي الطاوه الاولى، شوفوا كيفاش جات تبارك الله. راه التصوير ما عطاهاش الحق ديالها لان التصوير عندي شويه مظلم مع الجو مظلم، تغلب لي على الاضاءه. وكتشوفوها تبارك الله مفقعه ومشقه ما شاء الله. الفيديو راه شارح نفسه وراه غادي تنجح معكم ان شاء الله. وما نقول لكمش الريحه اللي خارجه يعني من الفران، واحد الريحه ما شاء الله في الدار، يعني ما شاء الله الريحه كتعطيها يعني هاد الريحه ديال هاد الغريبه هذه يعني سبيسيال كما كنقولوا. وهنايا الطاوه الثانيه شوفوا تبارك الله رانا من خارج الفرن ما بغيتش نفتح عليها باش تشد ليا يعني في بلاصتها. ونصيحه ما تبقاوش تحيدوها من بلاصتها حتى تبرد، يعني تبرد تماما باش ما تفرست لكمش. وملي تبرد راه يمكن لكم تحكموا فيها كما بغيتو. هذه هي الطاوه الثانيه كما كتشوفوا، يعني هنا الغريبه تاعتنا هي هذه، وهذه هي الكميه اللي عطاتني. هذه هي الطاوه الثانيه اللي كما كتشوفوا، يعني عطاتني هذيك الكميه اللي عطاتني ما شاء الله، فيها الخير والبركه. يمكن لكم تضاعفوا المقادير. وحلوه لشرب الشاي والقهوه، راه كتجي لذيذه وبنينه ما شاء الله، وتقدموها للضيوف ديالكم في المناسبات، يعني شاكره نفسها ومعروفه وبنينه. وهذه هي كما كتشوفوا ما شاء الله. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم المحتوى ديال اليوم وما نكونش ثقيله على قلوبكم. وما تنساونيش من لايك، الله يجازيكم بالخير، وتشتركوا في القناه وتشتركوا مع الاصدقاء ديالكم باش تعموا الفائده وباش ان شاء الله كلشي يستافد. وان شاء الله ان شاء الله يا ربي نقدموا لكم يعني حاجات يعني او وصفات اقتصاديه كما هذه الغريبه هذه ما شاء الله راقيه الشكل، بنينه يعني شاكره نفسها بنفسها. ما عليكم الا تتبعوا الطريقه وكذلك المقادير وكيفيه التحضير، وراه ان شاء الله غادي تحصلوا على نفس النتيجه وكتجي هكا رائعه. والفران نسيت ما قلت لكمش، الفران انا راه شعلته من الفوق ومن التحت على 210 درجه من الفوق والاسفل بالمروحه. وانتم الا ما عندكمش المروحه راه غادي تنقصوا عليها، تشعلوا عليه حتى يسخن على 180 حتى يسخن مزيان، او على 200 درجه حتى يسخن مزيان، ونقصوا حتى ل 180. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم اعزائي.